ففي الوقت ده النادي دخل 15 مليون جنيه. اه فمستر محمود قال لك انا عايز استثمر واحط جزء في الفلوس ده في اللعيبه. فحد، والله بس مش عايز اغلط في الاسماء، بس حد اسمه كابتن احمد صالح او احمد صلاح مش عارف. كلم سيف الاسيوطي، كان هو لعيب في المريخ، قال له في عندنا لعيب ناشئ لعيب جامد جدا وكده. فسيف قال لمحمد جمع كان ساعتها كابتن اشرف خضر مدير فني تقريبا المريخ مش فاكر ساعتها. والله مين. اه فجمعت على الولد جدا كتير معلومات، لقيت ان الولد فعلا كل الناس بتثني عليه. رحت اتفرجت عليه تمرينه، فالولد كان صغير قوي، وكان فرقه محمود عبد الحكيم دلوقتي بيلعب في المريخ البورسعيدي. اه فالواد في حاجه من محمود عبد الحكيم، كل ما يجي يعمل دريبل الكره تتقطع منه. بس انا كان عاجبني ان هو عنده 16 سنه وعنده شخصيه، وبيقاوح. عنده حاجه. فاتفرجت عليه في سنه لقيته لعيب جامد بصراحه. كلمت سيف الاسيوطي، سيف الاسيوطي بصراحه تحامل على نفسه، قال لي ضن، قلت له ضن. مستشار نهاد بقى دخل في مفاوضات من 2 مليون اللي مش عارف كام، وصلنا المليون 200. لا استاذ نبي ممكن يفاصل لبكره. لا بصراحه شاطر. فدخل بقى خلصنا الولد، وانا قمت بالجزء بتاعي، مستشار نهاد بالجزء بتاعه. المسؤوليه الكبيره على مين؟ على سيف الاسيوطي، لان ساعه التنفيذ كان ده يعتبر اغلى ناشئ في مصر. مليون و200 الف جنيه. صح. فالحاج محمود 16 سنه يقول لي انتوا هتودوني في داهيه انت وسيف. سيف يقول له انا اللي مسؤول بصراحه. وخدنا الخطوه وجبنا ابراهيم عادل. جه بقى تطور ابراهيم عادل مع الكابتن سامي الشيشيني، كان عامل له برنامج لوحده، المعد البدني معاه، جيم واكل لوحده. النادي بقى ايه اتباع.